90 دقيقة اقسم بالله العظيم الواحد قاعد بيتفرج على الماتش، انا اعصابي بايظة. انا مش قادر اتخيل ان ده فريق ممكن يصعد على الاهلي. الهلال السوداني ده يصعد على الاهلي؟ يا ابني انت وهو حرام عليكم اللي عملتوه فينا اقسم بالله. سان داونز النهارده مع كل كرة رايحة على سان داونز انا حاسس ان الاهلي هو اللي بيلعب. طب ليه؟ طيب ليه؟ وبعدين انا عايز اسال بس الاتحاد الافريقي سؤال، انت ضميرك بيبقى مرتاح لما تعين حكم زي ده في ماتش مهم زي ده؟ ده الحكم انا مش عارف الحكم ده عايز ايه. ده الناس بتاعت سان داونز مضروبه جوه قبل على ال 18 المفروض فيك 2 كارت احمر اقسم بالله. وبعدين عايز اسال سؤال، انت ما معكش كروت حمراء مثلا؟ وايه ضربه الجزاء اللي هي اوف سايد دي؟ لعيبه الاهلي لازم تعرفوا ويبقى عندكم كده في دماغكم حاجه، ان الاتحاد الافريقي مش عايز الاهلي يلعب نهائي كل سنه، ومش عايز الاهلي يبقى بطل القاره، لان مش البطوله يا جماعه، البطوله دي معموله لكل الفرق. لما تخيل فريق زي الاهلي كل مره هو اللي يلعب نهائي وياخد البطوله، فهم هيبقى عندهم في دماغهم ان انتوا ما ينفعش تاخدوا البطوله السنه دي. فاحنا خلاص الحمد لله الفرصه جات لنا. انا مش مسامح لعيبه الاهلي. انت عندك ماتش مع الهلال، قسما بالله الهلال السوداني ده اقسم بالله نكسبه لو جبت 10 لعيبه. ده ما بيعرفوش يمشوا. ده سان داونز عايز يسيب لهم الماتش وهم عبط. وانا برضو عندي رساله مهمه جدا لكل الناس الموجوده في مصر، عاملهم نفس المعامله اللي عملوها بيك هناك. انت كمجلس اداره النادي الاهلي شفت اتعاملت ازاي، اتضربت ازاي، المجاري اتفتحت عليك، نفس المعامله. انا ما بقولكش يا عم الحاج اديهم يعني عاملهم سيء، لا هم عاملوك كويس، عاملهم كويس. انتوا عارفين كمجلس اداره النادي الاهلي انتوا اتعاملتوا ازاي في السودان، وعارفين اللي بيحصل فينا في السودان. والماتش ده يعني جمهور النادي الاهلي اتمنى ان الجمهور يحضر على الاقل 50-60 الف جوه الملعب، لان الكوره للجماهير يا جدعان. النادي الاهلي بيضيع اقسم بالله. وبعدين ما تجيش تقول لي اصل اشقاء اخواتنا وفوق دماغنا، كل السودانيين فوق دماغنا، ولكن التيم ده والجهاز الفني ده يتعامل نفس المعامله. ما تقوليش انا احسن، انا مش عايز ابقى احسن من حد. انا يا عم مش عايز ابقى احسن من حد، انا عايز ابقى زيهم. عاملني كويس احط جزمتك فوق دماغي، عاملتني وحش عاملك وحش. ده ابسط حقوقي انا كبني ادم، ابسط حقوقي ان انت تعاملني كويس. عاملتني معامله سيئه عاملك نفس المعامله. ما تجيش توديهم تقعدهم في فندق خامه هم ما عندهم. الواحد مش عايز يتضايق عشان انا من النوعيات اللي ما بحبش التفرقه ما بين العرب، يعني اخواتنا وحبايبنا، بس انا ما اتعاملش وحش. ما اتعاملش وحش وعايزني عاملك كويس يابا. الله يسترك يا عم الحاج، يا عم بتاع السودان، بعد اذنك لما اجي عندك السودان عاملني بما يرضي الله، زي ما بتيجي عندي هنا وبعاملك بما يرضي الله. وانتوا كلاعيبه النادي الاهلي خلي عندكم دم. العيال دي تاخد 6-7 هنا مستريح، قسما بالله ياخدوا 6-7 ده ما بيعرفوش يمشوا يا ابني. ما تجيش واحد بقى يقول لك اصل دول عرب واخواتنا وحبايبنا لما يعاملونا كويس. عاملني كويس هعاملك كويس، لكن ما تعاملني. انا اكتر واحد وراجعوا الفيديوهات بحب كل الدول العربيه، بحب المغرب والسودان وتونس والجزائر، كل الناس فوق دماغنا. ولكن يا عم عاملني انا، لو عاملتك وحش عاملني وحش، عاملتك كويس خلاص اتقي ربنا فيا بس. وعايز رساله برضو للناس اللي مسؤوله في اتحاد الكوره، عايزين على الاقل 50-60 الف في المدرجات، عايزين جمهور الاهلي يرجع تاني، عايزين الملاعب بتاعتنا يبقى فيها كوره. اديك شايف فريق زي الهلال ده ما بيعرفوش يمشوا، قسما بالله ما بيعرفوا يمشوا. مع احترامي الكامل لاي لعيب في الملعب، هم مش لعيب الكوره. الكوره بتتلعب باص وخد وروح وهات. الناس دي اساسيات الكوره ما بتعرفش تعملها. النهارده انا قاعد بتفرج على سان داونز مش مصدق ان دي سان داونز اللي كانت بتلعب الاهلي. بس يا عم عشان ما اطولش عليكم.